مساء الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. ويا جماعه انا كل مره بقول مش هتاخر فيها، وبجد الفيديو ده متصور بقاله كتير قوي معايا، بس انا يعني مش عارفه ايه اللي بيحصل. بس المره دي اللي اخرني ان انا انزل فيديوهات هي حاجه حلوه، ان اخويا ما شاء الله كان في ثالثه ثانوي وجاب مجموع حلو قوي ونجح، فاحنا كلنا بقى كنا يعني مندمجين، وكان في ضيوف كتير قوي قوي وكنا مبسوطين بصراحه. فانا بصراحه من كتر ما كانت الضيوف بتيجي يعني خلاص ما كانش في وقت خالص ان انا اسجل لكم صوتي على الفيديو، فعلشان كده اتاخرت يعني، او الفيديو اتاخر. انما هو متصور معايا من زمان قوي بصراحه، يعني من قبل النجاح او من قبل النتيجه ما تظهر بيومين. بس زي ما قلت لكم اصلا يعني قبل النتيجه بيوم ده احنا كنا متوترين قوي قوي على اعصابنا. ويوم النتيجه ده يا جماعه احكي لكم ايه، بس بجد احكي لكم ايه على اللي انا كنت فيه كلنا بصراحه. بس انا بجد كنت متوتره قوي قوي، وكنت مضغوطه قوي وكنت خايفه بصراحه. فلا مش قادره اتخيل اليومين اللي فاتوا دول على قد ما هم كانوا صعبين، بس الحمد لله لما النتيجه طلعت احنا كلنا اتبسطنا، وكل الخوف والقلق والتوتر ده كله اتبدل فرحه وسعاده وبالمجموع. يعني هو عامه جاب 93.5، ادعوا له ان شاء الله يلحق طب بشري ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي بقى متوترين علشان التنسيق، يعني مستنيين التنسيق ينزل دلوقتي، فان شاء الله خير. يعني هنا بقى ماما كانت جايبالي خضار من السوق، كانت جايبالي بصل وطماطم وفلفل، كل الخضار يعني بصراحه. فانا كنت بجيب العلب بحط فيها مناديل من تحت، وبحط كل الخضار اللي موجود، وبعد كده بقى في العلبه وبرص على طول في التلاجة. دي الطريقه اللي انا بحفظ بيها الخضار بتاعي. وكمان البصل والبطاطس لا بحطهم في التربو عادي، ما بعملش فيهم حاجه. في ناس انا بشوفها او اعرف ناس يعني بيحطوا البطاطس والبصل في التلاجة، مش عارفه ازاي، بس يعني انا عامله مكان في المطبخ للبصل والبتاع، عامله تربو بحط فيه الحاجات دي. المهم بقى خلصت الخضار لان ماما كانت جايبه لي الصبح بدري، وبعد كده بدات في الفطار على طول. عملت لانشون بطماطم، وعملت بيض بالفلفل الالوان، وحمرت كمان بطاطس. عملت فطار حلو يعني لان كنا هنفطر كلنا. فانا عاده لما بعمل فطار على طول، يعني عاده اغلب الوقت بعمل فطار اللي هو خفيف بقى، ساندوتش جبنه رومي مع لانشون، ساندوتش لانشون بس جبنه رومي بس، وبشرب اي حاجه جنبه خالص. ولكن لو هنفطر كلنا فانا بحب اعمل فطار كويس كده، ولو هتاخر في الغدا كمان بحب اعمل فطار كويس علشان يسند معايا لعند لما اعمل الغدا. هنا بقى حطيت جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه انتوا عايزينه حطوه، وبعد كده غطيت على اللانشون علشان الجبنه تسيح. وطريقه اللانشون دي انا عملتها معاكم قبل كده. بتقطعوا فلفل وبتقطعوا بصل، تسيبوا كل ده يتشوح مع بعض، وبعد كده بتحطوا طماطم متقطعه، وبتحطوا ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، وبعد كده بتسيبوا الطماطم لما تتسبك، وتحطوا اللانشون زي ما انا حطيت كده، وبعد كده بتديهم تقليبه مع بعض، وتحطوا اي نوع جبنه وتغطوا على جبنه عشان تسيح. عملت بقى زي ما قلت لكم بيض بالفلفل الالوان. وانا يا جماعه بحاول بكل الطرق انه انا ادخل لبنتي البيض او تاكل البيض، رافضه بتاتا. فهو يا تاكله في بان كيك يا تاكله في فرنش توست، انما تاكله كده صريح مش راضيه ابدا ابدا، مع انها كانت بتحبه قوي، بس ما اعرفش فيه ايه او ايه اللي حصل. فقولوا لي انتوا هل اطفالكم يعني كانوا بيحبوا حاجه وبعد كده رفضوها، ولا انا بنتي بس؟ هنا بقى كنت محمره البطاطس في الاير فراير علشان بنتي لو اكلت منها. انا والله العظيم من ساعه ما جبت الاير فراير وانا ما بقتش اقلي حاجه خالص، يعني بطلت خلاص ان انا احط طاسه بقى واقلي وكده، علشان البهدله اللي بتحصل، وعلشان كمان صحتنا. يعني الاير فراير بتطلع كل حاجه حلوه، وبتطلع البطاطس طعمها لذيذ يعني، اتس اوكي ليه لا. هنا بقى كان شكل الفطار وخلاص فطرنا. وبعد كده بقى المقطع ده او الشوت ده كان بعد الغدا. انا عملت الغدا سريعا بس ما صورتش معاكم علشان كنت مضغوطه، عشان انا صورت معاكم الغدا قبل كده. الغدا اللي انا عملته النهارده قبل كده كتير، كنت عامله صينيه كفته بالبطاطس، ودي انا عاده ممكن اعملها مرتين في الاسبوع عادي، فعملتها وعشان كده ما صورتش معاكم، لاني صورتها معاكم كتير. وبعد كده بقى بدات في المواعين على طول. انا هنا كنت بعمل ايه، كنت بشطف المواعين شطفه سريعه قوي علشان احطها في غساله الاطباق. وانتوا شايفين اصلا ان المواعين يعني ستيل لسه عليها بواقي اكل وبواقي بطاطس وحاجات، بس انا يعني بشيل الحاجات الخشنه وبعد كده بحط على طول في غساله الاطباق. ولسه بتسالوني يا جماعه غساله الاطباق مهمه ولا لا، ولسه بشوف ناس بتتناقش هل غساله الاطباق كويسه ولا لا. يا جماعه اقسم بالله غساله الاطباق اهم من العريس، والله العظيم بجد اهم من العريس. فانتوا لو في امكانيه او في بادجت ان انتوا تجيبوها طبعا هاتوها. وفروا حاجات كتير قوي قوي بتجيبوها في الجهاز ملهاش لازمه زي ما انا عملت، لان انا ما جبتهاش على طول برضو، انا جايباها بعد تقريبا 3 سنين جواز، فانا عرفت قيمتها بجد لما جت. المهم ان انا كنت جايبه حاجات كتير في جهازي ملهاش اي 30 لازمه، زي ما قلت لكم قبل كده حاجات النيش، والله العظيم مركونه ما استعملت منها ولا حاجه. وكنت جايبه حاجات النيش بجد بمبلغ وقدره يعني، فكنت وفرت وجبت مكانها غساله الاطباق. بس يعني العادات
والتقاليد والدماغ ساعتها ما كانتش حاضره. فانا يعني شلت غساله الاطباق، وبعد كده قلت لا انا هجيب حاجات النيش احسن. شايفين غساله الاطباق شايله كميه حاجات مهوله قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله، مش هحسدها يعني، ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا جماعه. بس بجد لا يعني بتوفر عليا طاقه مجهود. الطاقه او الساعه اللي انا هقف اغسل فيها المواعين دي اشطب فيها المطبخ وهي بتغسل لي المواعين. فلا يا جماعه انا ما اشوفش حد لسه بيسال على غساله الاطباق. اعتقد يعني كلنا بقينا فاهمين وواعيين ومدركين دور غساله الاطباق في حياتنا ايه. انا ما اعرفش اعيش من غيرها يوم بتاتا يعني، خلاص كده حياتي متسيستمه عليها. وانا عايزه اقول لكم على حاجه كمان، يعني سيبكم من هي بقى بتريحني وبتغسل المواعين مكاني وكده، انا لما بغسل المواعين على ايدي لاي ظرف من الظروف، عندي بقى شويه مواعين صغننين مش هيستاهلوا ان انا اشغل عليهم الغساله، وبغسل المواعين على ايدي، بجد ما بقاش بيعجبني غسيلي ابدا. يعني غسيل الايد ده مهما غسلته مهما عملت في المواعين خلاص انا ما بقاش يعجبني غير غساله الاطباق. بتطلع بتغسله كويس على درجه حراره عاليه، بتطلع الحاجه ناشفه متعقمه، فانا ما بقاش يعجبني الغسيل اللي هو على ايدي واصفي بقى والحوارات دي. لا بحس ان المواعين ما نطفتش زي ما غساله الاطباق بتنضفها. هنا بقى كان في اخر اليوم خالص قلت بقى هعمل التسبيحه. انا كان بقالي فتره كبيره ما عملتش التسبيحه وما اعرفش ايه يعني ايه وصل منظرها لكده، بصراحه منظرها كان بائس قوي قوي. فبدات بقى ارتب كل حاجه مكانها واشيل كل البهدله دي كلها. بصراحه انا ما نضفتهاش تنظيفه عميقه، يعني كل الحاجات دي كانت محتاجه مناديل مبلله وتبدا تتمسح كلها، كل البرودكتس الموجوده دي كانت محتاجه تتمسح. بس انا بصراحه يعني ما كانش عندي وقت، والجو حر قوي يا جماعه، بجد بيتي حر قوي، وانا مش قادره اعمل حاجه وطاقتي صفر، ودايما مش قادره يا جماعه والله العظيم اعمل حاجه. يعني انا بجد بسرعه بعمل حاجه بسرعه وبطلع اقعد قصاد المروحه. فانا عملت بسرعه وكنت مشغوله قوي، فعلشان كده ما عملتهاش يعني ما نضفتهاش تنظيف عميق. انا قاعده حاليا بسجل لكم الصوت على الفيديو يعني الساعه 1 بالليل، بجد ما هو ما فيش وقت الا كده وما فيش فراغ، والدنيا بتبقى هص بقى عشان الاصوات والحاجات دي، وبنتي نايمه كمان، فدي فرصه حلوه قوي قوي ان انا اسجل لكم صوتي على الفيديو. هنا خلاص بقى التسيحه كانت بدات تروق وتخف شويه، كل حاجه بقت في مكانها، يعني في حاجات بسيطه قوي هرجعها مكانها وهبدا بقى امسحها. والتسيحه بتاعتي دي يا جماعه بتسالوني كتير قوي ازاي بتحافظي على الفرش بتاعك، او ازاي محافظه على الفرش او اللون الابيض لسه زي ما هو. على فكره هي التسيحه فيها عيوب، يعني اصلا التسيحه كان المفروض تعمل عليها لوح ازاز من اول يوم اتركبت فيه او جت فيه، بس انا يعني ما عملناش، كنا مضغوطين قوي في الوقت ساعه الجواز وما عملناش، فده بالتالي خلى السطح بتاعها برده يتبهدل. هو اولا نوع الدهان كويس قوي قوي، وثانيا انا يعني بحافظ على حاجتي بصراحه، يعني دايما بمسحها، دايما ما بسيبش حاجه تتراكم عليها، ما بستخدملهاش الا منظف خشب علشان ما يعني مش بستخدم اي منظفات، بستخدم منظف الخشب بس علشان برده ما تتبهدلش. واللون الابيض يا جماعه انا بحبه قوي، يعني انا عامله المطبخ ابيض، عامله الفرش ابيض، عامله البيت يعني دهن البيت كله ابيض، وابيض صريح بدون اي صبغه. فانا بحب اللون الابيض، بحسه كده لون بيدي طاقه ايجابيه للمكان، بيدي وسع للمكان، الفرش بيبقى شيك، لونه شيك قوي لو لونه ابيض. فعلشان كده انا عملت الفرش بتاعي ابيض، والفرش ده يعني بقاله معايا 5 سنين اهو، انا متجوزه بقالي 5 سنين وما شاء الله لسه زي ما هو. وده بيرجع لايه؟ كانوا بيقولوا لي ساعه ما انا بعمل الفرش لا ده الخشب الابيض بيصفر، ده لونه هيغير، ده هيقلب لون اصفر. ده بيعتمد انتوا دهنين فين، او دهان الفرش عامه، يعني في دهان بيبقى كويس قوي قوي وفي دهان لا اللي هو بيصفر. فادهنوا الفرش كويس قوي ونوع دهان كويس، وان شاء الله مش هيغير معاكم ابدا، وحافظوا عليه اهم حاجه. هنا بقى كنت جايبه شويه مشتريات هوريهم لكم. الكبسولات بتاعه غساله الاطباق دي انا سمعت عنها كميه كلام كويس الفتره اللي فاتت على تيك توك، كل ما افتح الاقي ناس عامله ريفيوز عليها، فقلت هشتريها. ده كان الكيس كان فيه 40 قرص، كان عامل 310، فهو سعره حلو قوي قوي بالنسبه لاسعار الاقراص التانية. فانا هجربه واقول لكم رايي فيه. هو بصراحه يعني شكله حلو قوي وفيه كذا حاجه كده، فهجربه ان شاء الله وهقول لكم رايي. جبت بقى لبن وعصير، واللي انا كنت نازله عشان اشتريه هو دواء النمل. يا جماعه اقسم بالله النمل بقى على هدومي، بقى في الدولاب، بقى في التسريحه، في خشب المطبخ، في كل حته النمل بقى فيها. فانا جبت الدواء ده، انا مش عارفه انطق اسمه قوي بس ده شكله، خدوه سكرين شوت لو عايزين تجيبوه، وهو سعره 55 جنيه، فسعره رخيص قوي. جبت بقى البخاخ بتاع الميه ومليت 3/4 كده، وهفضي شويه من الدواء، يعني انا بخففه علشان هو ما ينفعش يتعمل تقيل، يعني لازم تخففيه كده وتحطيه في بخاخ عشان تعرفي ترشي على الاماكن اللي بيطلع فيها النمل. عايزين بقى كمان تمسحوا بيه الارضيه، فالجردل او الموب اللي انت بتمسحي بيها حطي فيها شويه من الدواء ده وامسحي البيت كله. انا بعمل كده. والبخاخ ده اي مثلا مكان بيطلع منه النمل في البيت انا ببخ فيه وبس كده، يعني ما بشوفش النمل تاني. وبصراحه يعني مش فعال قوي قوي بس يعني كويس قوي. بس يعني دي اخر حاجه انا عملتها في اليوم النهارده. قولوا لي رايكم في الفيديو، وتكلموا يا جماعه تحت معايا في الكومنت، قولوا لي رايكم في كل حاجه.
وادعوا لي يا جماعه من قلبكم دعوه صادقه كده ان انا اعرف انتظم في الفيديوهات وانزل لكم فيديوهات على طول، لان انا عندي افكار فيديوهات محتاجه اعملها والله، بس ان شاء الله يعني ربنا يديني البركه في الوقت. بس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.